السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. النهارده هنعمل مع بعض اظبط طريقه للبسبوسه المرمله بتاعه الحلواني بمقادير مظبوطه. هتطلع معاكي مرمله واحسن من اللي بنجيبها من بره، ومش هتشتروها تاني من بره وبدون حلفان. كل اللي هياكل منها مش هيصدق ان انت اللي عاملاها. بس امشي على المقادير اللي انا حطاها او اللي انا مستخدماها وهتطلع احسن من بتاعتي. شايفين جميله ازاي طالعه؟ ما شاء الله، القوام بتاعها مظبوط، السكر بتاعها مظبوط، لونها تحفه، سهله جدا وما خدتش مني وقت تماما. انا عملت البسبوسه بطريقتين قبل كده. واحده طريقه الاكياس الجاهزه وطلعت تحفه، عاملاها فيديو شورت هحطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وجايب مشاهدات حلوه. وعملتها بالطريقه التانية اللي هي المكرمله او بالسكر المكرمل. الصراحه الطريقه دي احسن منها بكتير، الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي احسن منها بكتير وخفيفه وما شاء الله ما خدتش وقت وسهله وسريعه. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا ما تنسونيش في اللايك اذا عجبكم الفيديو باذن الله. واتمنى تشوفوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل تركات البسبوسه. اول حاجه دهنت صينيه مقاس 30 او 32 عشان هستخدم نص كيلو من السومولينا. جبت الميزان وجبت البوله اللي هوزن فيها السومولينا. انا جايبه الدقيق السومولينا المعلب. انا ساعات بستخدم المعلب او السايب، الاتنين مش ما بيفرقوش. حطيت نص كيلو. لو عايزين تستخدموا مقادير اقل من كده اقسموا المقادير للنص، يعني نص كيلو هيبقى ربع كيلو وهكذا. نبتدي بقى نجهز المكونات بتاعتنا. في لقطات كده ما اتصورتش بس انا هقول لكم عليها. اول لقطه اللي هي السمنه كانت عباره عن مج الشاي بتاعنا العادي مليته الا ربع، يعني كوبايه الا ربع، يعني حوالي 190 جرام من السمنه. ودعكت البسبوسه كويس بشويه السمنه اللي حطيتها عليهم. تمام. ان شاء الله المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه. دعكت الدقيق بالسمنه كويس قوي لحد ما كل حبيبات السمنه اتغلفت بالسمنه. المقدار التاني اللي هو السكر، احط كوبايه مليانه من السكر، برضو نفس المج اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده، حوالي 215 جرام. جبت بولة حطيت فيها السكر ونزلت عليهم بنص كوبايه من اللبن وعليهم معلقتين زياده، يعني ازيد من نص بشويه، يعني حوالي 145 جرام من اللبن. يفضل يكون عندكم ميزان يا جماعه في الحلويات بالذات. بعد كده حطيت معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. ما عندناش عسل جلوكوز ممكن نحط العسل الابيض بتاعنا، ممكن نحط عسل الكنافه لو تقيل وعاملينه تقيل وشايلينه في التلاجة. عندكم 3 بدايل اهو، اللي يعجبكم حطوه او المتوفر حطوه. المقادير حطيتها مع بعضها كلها في بوله اهو. واللبن ما كانش دافي، كان ساقع، فاضطريت ان انا احط المكونات كلها في الميكروويف عشان تدوب مع بعضها. جيت اقلبها كده على البارد ما دابتش، فاضطريت احطها في الميكروويف. ولما سخنت طلعتها وابتديت اقلب فيها حتى بعد ما قلبت فيها ادتني طعم ما شاء الله، اللبن المكثف بالظبط، طعم وريحه اللبن المكثف. شايفين جميله ازاي؟ ما خدتش مننا وقت خالص الطريقه دي. بس اهم حاجه ما نحطش التركيه التانية او التركيه في تركيه كده التركيه الاولانيه ان اهم حاجه ان احنا نستخدم سمنه بلدي. التركيه التانية ان احنا ما نحطش خليط اللبن والسكر ده وهو سخن على السومولينا، دي البسبوسه هتبوظ مننا. نخليه يبرد ونحطه على البسبوسه. في المرحله دي احنا مش هنعجن، احنا مجرد نقلب تقليب خفيف، نخلط كل المكونات مع بعضها. يبقى البسبوسه ما بتتقلبش كتير، يفضل سمنه بلدي. تاني حاجه لو بستخدم المكونات السايله دي وسخنه ما احطهاش وهي سخنه. وطبعا انا مولعه الفرن من قبل ما اشتغل. انا هصب البسبوسه في الصينيه مباشره لان انا عاملاها لنفسي يعني، فمش مش مقدماها زياره لحد. لو مقدماها زياره لحد احط ورقه زبده تحتها او كيس الحراري عشان اقلبها فيما بعد. لكن كده انا هقطعها واحطها في اطباق. نزلت بالبسبوسه في الصينيه كده على طول، ما دهنتش طحينه. ما انا مش عارفه الناس اللي بتحط تدهن الصينيه طحينه. السمنه طبعا احسن بكتير من الطحينه. شايفين قوام البسبوسه؟ هو ده اللي انا عايزاه. ابتدي بقى اسوي السطح كده بالمعلقه، وهو ما جاتش معايا بالمعلقه او بالسباتيول. فابتديت ادب بالصينيه كده على الرخامه لحد ما السطح تساوى تماما زي ما هتشوفوا دلوقتي.
شايفين السطح اتساوى ازاي؟ مجرد ان انا كام دبه كده عملتهم على على الرخامه سوى الايه السطح. حطيتها بقى في الفرن على الرف التحتاني حوالي 5 دقايق، وبعد كده حطيتها ايه على الشبكه. قبل ما تطلع البسبوسه نحضر العسل بتاعها، والعسل بتاع البسبوسه خفيف، يعني ايه؟ يعني كوبايه ونص من السكر عليهم كوبايتين من الميه. تمام. السكر هنا غامق لان ده سكر تموين او سكر بني. خلاص. وعليهم نص عصير من الليمونه، او ممكن نحط رشه من ملح الليمون، ما نكترش ملح ليمون. مش هقلبه طبعا هو على النار، هسيب السكر يدوب تماما ويغلي كده غلوتين مش كتير، وارفعه من الايه من النار، من على النار. دي البسبوسه هتكون سخنه وهو سخن، وهسقي الايه البسبوسه بالايه بالعسل السخن. طلعت البسبوسه تماما اللي انتم شايفين اهو. حصل حاجه كده في الفيديو اكيد انتوا شفتوها في اول الفيديو، هقول لكم دي جت ازاي. غلطه يعني حصلت في الصينيه. هنا ابتديت احط العسل كده زي ما انتوا شايفين، وما شاء الله مقدار العسل ده كان مظبوط على الصينيه بالحرف، يعني ما تبقاش منه حاجه خالص. ما تقلقوش، البسبوسه هتشرب كل ده. وهتقول لكم هل من مزيد؟ طول ما البسبوسه بتشرب العسل وموقفش على وشها، معنى كده ان البسبوسه ناجحه، ومعنى كده ان هي محتاجه ايه تاني. ما تخافوش، مش هتطلع مسكره، طلعت مظبوطه جدا. اخر شويه سكر بحطهم اهو، وبرده البسبوسه شربتهم. تمام. بهز الصينيه كده عشان ايه اضمن ان العسل يتساوى على البسبوسه كلها، ما لاقيش حته غرقانه وحته لسه ما شربتش عسل يعني. خلصت كده العسل كله. خلاص البسبوسه كده خلصت، اسيبها بقى تهدى خالص واغطيها. انا ما سبتهاش هديت ولا غطيتها على طول، فالغطا ده عمل بخار ميه، والبخار اتكثف ونزل على وش البسبوسه، اداني العيب اللي انتوا شفتوه اهي، النقطه البيضاء اللي في النص دي. عشان كده دي الغلطه اللي بقول لكم عليها. ما تغطوش البسبوسه وهي سخنه. ممكن نغطيها بفوطه عشان برضو ما تعرقش وتنزل على وش البسبوسه. هنا بدهنها دهنه خفيفه كده بالسمنه، اديها تلميعه بسيطه، وبعد ما بردت بقطعها ونقدمها. عايزين تعملوها ساده زي ما انا عاملاها، عايزين تعملوها بالمكسرات قبل ما ندخلها الفرن نحط عليها شويه مكسرات. ممكن في الوقت ده نقدم جنبها اللي هي القشطه، وتبقى بسبوسه بالقشطه، وان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش في اللايك اذا عجبكم الفيديو. ما تنسونيش اهم حاجه في دعوه حلوه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.